حبايبي صباح الفل. انا النهارده مودي مش احسن حاجه في الدنيا، ودي حاجه ما بتحصلش كتير. مش عارفه مالي. انا صحيت معاهم الصبح مع فهد ومحمد الساعه 7 الصبح. حضرت الفهد الجدول بتاعه، ومحمد رايح يوصل. قلت له بص انا هخش انام شويه على ما يجي معدي دي اللي هو 8. فمحمد يعني حاسس ان انا تعبانه، فقال لك يعني مش مهم بتنام ساعه كمان. فلقيت نفسي صحيت الساعه 9، يعني اللي هو دي اصلا المفروض تكون جوه الحضانه الساعه 8 ونص. فقمت لبستها بسرعه، وطبعا هي بقى مقريفه وعماله تزن ومش عارفه ايه. حسيت كده كأن اليوم اتقفل، مش عارفه فيه. المهم انا نسيت اسلم عليكم ولا سلمت، مش عارفه. بس ده اعتقد فلوج 128. بصراحه مش عارفه. اسبوع جديد هتقضوه معايا، هنبتدي الفلوج ده دلوقتي. الصراحه مش عارفه هو ممكن يخلص امتى. نزلت جبت فطار من موكا. انا ما ببقى متضايقه، يمكن على الانستجرام عارفين اكتر يعني. انا ما بكون متضايقه ما بحبش احضر فطار، بحب يبقى عندي فطار جاهز. وانا كنت عايزه اروح اصلا، ما كنتش عايزه اروح في حته، بس محمد قال لي دعاء القهوه خلصت، فلو هتشربي قهوه جيبي قهوه، لان هو عنده مشوار، وعلى ما يجيب لي القهوه او على ما يجي ويجيب القهوه هيكون لا يعني مش قادره. فقلت له خلاص انا هعدي اجيب القهوه. فين البطرون بتاع القهوه؟ محمد بيحطه في التلاجة. المهم فعديت بقى جبت قهوه وجبت فطار. فين بطرمان القهوه يا محمد؟ حتى عشان يتغسل، استنوا نغسله. وانا بجيب الساندوتش جه على بالي اجيب تيراميسيو. انا واضح ان انا متضايقه قوي، ما تلاقوني باكل كتير وما تلاقوني عماله حلويات سبيشال حلويات. عارفوا ان انا مودي مش احسن حاجه، انا في العادي يعني بجريلهاش قوي، بس طالما مودي مش حلو سكر، عايزه سكر. فيلا خليني افطر وبعد كده نشرب القهوه. جبت القهوه دي في العادي بجيب اللي هي الخضراء اللي هي الدارك روست، بس للاسف الدارك روست خلصانه، فجبت اللي هي ميديوم تو دارك روست. يا رب تطلع حلوه عشان هزعل قوي لو ما طلعتش حلوه يعني. المهم طمنوني عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ مبسوطه قوي قوي قوي، مع ان عكس الكلام اللي انا بقوله، بس مبسوطه قوي ان الفلوج اللي فات انتم انبسطتوا ان الفلوج كان طويل، مع اني كنت مستثقلاه قوي يعني بجد ساعه الا تلت. يعني ليه انسان يقعد يتفرج على انسان ساعه الا تلت؟ بس اكتشفت ان دي طالما انا حابب الانسان اللي انا بتفرج عليه ان شاء الله 100 سنه، مش فارق لي الصراحه. تعليقاتكم كانت حلوه قوي قوي يعني، كتبتوا كلام كتير حلو. وغير البنات على الانستجرام يعني عارفين انا والله العظيم مش شخص ايموشنال قوي يعني، مش من اقل حاجه يقعد يعيط وكده. حاسه الكاميرا مش مظبوطه، بس جالي رسائل بجد حلوه حسستني ان انا قد ايه انا فارقه في حياتكم. طبعا انا عكيت الدنيا، وقعت القهوه وحاجه منتهى العبط اللي انا فيه. حسستوني قد ايه ان الفلوجز دي حاجه فارقالكوا، حسستوني قد ايه ان هي حاجه مهمه. في بنات كتير انا بفرق في يومهم، ومبسوطه قوي ان هم بعتوا لي المسجز دي. يعني في بنات تقول لك انا يومي النهارده ما كانش حلو، بقى حلو بالفلوج. انتي اللي بتملي عليا يومي، مثلا جوزي مسافر شغل مثلا الفلوج وانا بغسل المواعين. واحده تقول لك انا كنت بروق الشقه، في برضه تقول لك انا بتفرج على الفلوج بتاعك او بشغله وانا سايقه. فاللي هو لا يا جماعه والله العظيم والله العظيم كتير عليا قوي والله. المهم خلاص فضيت القهوه في الجار، هحطها في التلاجة دلوقتي على ما افطر، وبعد كده نيجي نعمل القهوه مع بعض. انا هقعد اتفرج على التلفزيون، تعالوا معايا. الاسبوع اللي فات ده كله كان عندي فيه شغل، وحرفيا ما كنتش بشتغل خالص. العيال كانوا مرمطين لي البيت، وانا ما بقدرش اقعد في بيت مش نظيف. فاجلت كل الشغل الاسبوع اللي فات، وكنت قاعده بس ما بعملش حاجه غير اني بروق البيت وبس. طبعا ده حسسني، يمكن ده اللي مخليني حاسه بشويه اكتئاب، ان انا ما بحبش ابقى قاعده بس كده بروق وبنضف. انا بحب الشغل، وانا من الناس اللي بتحب شغلها. فكان فكره ان انا قاعده اسبوع ما بعملش اي حاجه غير اني بروق وبنضف وبطبخ لا ده صعب قوي الصراحه. فحسيت بشويه اكتئاب كده صغننين. المهم اقعد دلوقتي اتفرج على التلفزيون. بيتهيألي المسلسل اللي احنا متابعينه اللي هو اسمه ايه يا بنتي؟ ده مطبخ الحبايب. مش عارفه جت منه حلقه جديده ولا لا، خلينا كده نشوف. بس بتهيألي لا. اوكي ميبي في حلقه، يا رب يبقى في حلقه. لا مفيش. مطبخ الحبايب ده حلو قوي قوي قوي. هدى المفتي قمر. اسمه ايه الواد التاني ده؟ اسمه ايه؟ احمد مالك. الكيمستري ما بينهم خطيره. المصيبه لا يحبها يعني، يحبها زي ما ويجز كده وقع. بصراحه مش عارفه اتفرج على ايه.
مش عارفه. خليني اكمل Arabs Got Talent لان انا ما كملتوش، فخليني اكمله. انا مش هبقى كويسه غير بعد ما اشرب القهوه واكل حاجه حلوه ان شاء الله. كل حاجه هتبقى تمام ونرجع فريش والدنيا حلوه. فاستنوني شويه وراجع. الساندوتش اللي انا جبته من موكا ده بيف تركي حاجه كده يعني، بس براون، على اساس بقى ان انا ايه بقى يعني بحافظ على صحتي قوي، وانا جايبه اصلا هنا حاجه مسكره. اوكي يلا اروح اكل واجيلكم. نعمل قهوه عشان نفوق من الغيبوبه اللي احنا فيها دي. اوكي. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ مفيش لبن، مفيش لبن، مفيش لبن. طب اشرب بايه؟ هشربها اسبريسو وخلاص. ما هو بصوا بقى يعني كفايه عكننه بقى، كفايه عكننه. ايه ده؟ هي عامله كده ليه؟ فعلا محمد قال لي الصبح دعاء اللبن خلصان فهاتيلك لبن على ما انا اروح السوبر ماركت، بس انا نسيت او ما خدتش بالي تقريبا من كتر الاريافه، ما خدتش بالي. يلا معانا نشرب اسبريسو مفيش مشكله. انا عايزاكم تبصوا جمالها، بصوا شكلها حلوه قوي. بس اقول لكم على حاجه، انا بحب الاسبريسو قوي، مش هكدب يعني، انا الصراحه بحبها، بس بحب الكوبايه اللي انا بشربها ان كان اي حاجه اي مشروب انا بشربه اقعد اشرب فيه حبه. يعني الاسبريسو بيخلص بسرعه، بق اتنين خلاص كده خلص، لكن انا بحب اما اجي اشرب اي حاجه تطول. فعشان كده انا ما احبش اشرب اسبريسو، بس ممكن اشربه لو مزنوقه. بس بحب الكابتشينو، احب يبقى فيه لبن. وانا مؤخرا كان عندي بيجيلي مغص مش طبيعي بسبب اللبن ده، اما غيرت وجبت لبن خالي من اللاكتوز الحمد لله ما بقاش يجيلي مغص خالص نهائي. فواضح ان الحوار في اللاكتوز عندي تقريبا يعني. تعالوا اوريكم بقى جبت التراميسيو شكلها عامل ازاي اللي جبتها من موكا. هي اكيد اتطربقت يعني بقى. اكيد انا طربقتها. اوكي بصراحه التراميسيو عندهم خطيره. اوكي لا ما اتطربقتش قوي، انا تقريبا وريتها لكم الفلوج اللي فات. بصوا اوكي شكلها خطير. ويلا بينا. الاكتئاب والزعل عامل عمله، مع ان على فكره مفيش حاجه بعينها مزعلاني يعني، مفيش موقف حاصل حاجه حصل، بس عارفين الايام اللي انتوا بتصحوا فيها دي مقريفين. انا ما المود بيتغير او طريقه نظامي بتتغير تحسوني قريفت. انا متعوده اصحى في ميعاد معين، فما اتاخرت حاسه مع اني نايمه حلو وشبعانه نوم بس مقريفه حاجه نكد يعني ولا قله النوم نافعه ولا النوم بكفايه مفيش حاجه نافعه. فيلا هقعد اكمل بقى البتاع ده وبعد كده اخش اشتغل لان انا عندي شغل قد كده. يلا سكين كير كده على السريع عشان نقوم نشتغل. عندي النهارده تصوير اعتقد فيديو على الانستجرام، اعتقد مش عارفه يعني، المفروض عندي 2 فيديوز لازم يتصوروا، واحد على الانستجرام وواحد على اليوتيوب، بس انا في واحد على اليوتيوب هينزل النهارده ان شاء الله ان اراد ربنا. ميبي اصور بتاع الانستجرام والله مش عارفه. هلو حبايبي، خلصت شغل وهقعد اشيل الميك اب. الصراحه الميك اب شكله جنن، استنوا اوريهولكوا على المرايه عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. حبايبي شايفين شكل الميك اب؟ عامله هنا موف وعليه لمعه بسيطه قوي، ومعاه ايلاينر كده لونه موف فاتح ومع بني، بجد شكله خطير. والسكين شكلها يجنن، ومعاها ليب جلاس. صراحة شكله تحفة. صعبان عليا طبعا ان انا اشيله، بس لازم اشيله لان انا عايزة اقوم اصلي وهقعد شوية اشتغل على الايباد على ما الولاد يجوا، وقاعدة بتفرج على فيديوهات على اليوتيوب. انا بحب اليوتيوب جدا، مش عشان انا فيه بس اليوتيوب الفيديوهات الطويلة انا بحبها جدا، وبحبها وانا بحط ميك اب وانا بشيل ميك اب وانا بطبق غسيل الحاجات دي كلها، فانا زيكم بحب اليوتيوب. فبس كده حبايبي هروح اشحن الكاميرا شوية عشان هتفصل واشيل الميك اب واجيلكم. نازلة اجيب الديدي، الساعة دلوقتي 4:45. طبعا بقى صليت وفهد جه وعملت خلطة المحشي عشان النهاردة عايزة اكل محشي مشطشط انا ومحمد، فعملت الخلطة ومش ناقص بقى غير اني احشيه بس اما اطلع بقى اما ارجع احط ديدي تاخد شاور وبعد كده اقعد احشي المحشي الحلو اللي منكد علينا كلنا. باي كس كس حيد قلبه انا والله ينكد براحته.
say بصوا دي وريني. colors yes. واو دي paint. واو colors. واو yes واو colors. كان في واحدة عندها 12 جم قالوا لها يا أجمل بنتي عايزين نروح وتجيب لنا عسولة شطورة قلب ماما. يا مسهل يا رب. في عمر بيضيع بقى، بصوا ده عمر بيضيع اهو. اتسحلت في التلفزيون على طول. هلو حبايبي صباح الفل. انا عارفه ان انا صورت لكم يوم وبعد كده اختفيت يومين لان عدى يومين على اللي انا بصوره لكم ده، بس في يوم منهم كان اكتئاب وكان اليوم اللي بعده كنت بعالج اللي حصل في الاكتئاب. يعني كنت اهملت بقى حاجات كتير، فقاعده بقى بحاول اظبط اللي عمله الاكتئاب. هاجي اتكلم معاكم بس دلوقتي هروح افطر لان انا جعانه ومش قادره وعايزه اشرب قهوه، وبعد كده بقى نيجي هاخد شاور ونعمل سكين كير واوريكم الحاجات اللي انا بستخدمها لشعري الفتره الاخيره والكلام ده كله. بس انا محتاجه افطر بصراحه. محمد عمل الواجب، رحت اوصل دي رجعت لقيته عمل لنا فطار، فيلا خلينا نروح نفطر واجيلكم كمان شويه. هما مش بيقلدوا ابوهم، هما ليهم شخصيتهم، بس انت بتحس ان هما شبه ابوهم. انا ما اعرفش، انا نسيت اسمه. انا بس كده انا عارفه ان هو بيقعد بس اسمه انا ما اعرفش. ايوه انا احساس اختها ناحيتها ايه مش عارفه الصراحه، ممكن يكون رد فعلها ايه. يا ابني الاوفر ويت بيكبر سنين يعني، واغلب اللي خسوا على فكره شكلهم صغر. لا اصلا احنا 3 حلقات اللي ايه؟ احنا 3 حلقات وخلاص ده بكره الحلقه الاخيره او النهارده بالليل المسلسل التاني ده اللي هو ده اللي احنا كنا بنتفرج عليه النهارده الحلقه الاخيره بالليل. قبل اي حاجه انا محتاجه ادخل اخد شاور، شعري ملزق مزيت محتاجه ان انا استحمى. بقالي بتاع كذا يوم ما غسلتش شعري، والمرتين اللي استحميت فيهم استحميت جسمي ما غسلتش شعري خالص، فمحتاجه ان انا اغسل شعري. بحاول ما احميش شعري كتير لان انا عامله تريتمنت، فبحاول على قد ما اقدر ان انا ما احموش كتير، بس خلاص النهارده جاب اخره والنهارده يومه الاخير خلاص مش قادر. فخليني اخد شاور واجي لكم بقى نقعد نرغي مع بعض شويه. حبايبي خلاص خدت الشاور، تعالوا اقول لكم بقى الحاجات اللي انا استخدمتها. اول حاجه الشامبو ده من براند مصريه تقريبا اسمها رو افريكا، بيرطب الشعر حلو قوي، وكمان تقريبا مفيهوش سلفات ولا بارابين ولا الحاجات دي كلها، والكميه بتاعته كويسه يعني. وكمان استخدمت الكونديشنر برضو من نفس البراند، خطير يعني، حبيتهم الصراحه. ما كنتش متخيله ان هم حلوين ومفيش حد اتكلم عليهم كتير، انا لقيتهم في الصيدليه كده فقلت خليني اجربهم. الماسك ده بقى صدمني يعني الصراحه، تحفه. هو الملمس بتاعه من جوه تحسوه عامل زي زبده الشاي، خليني اوريه لكم. بصوا شكله من جوه تقيل كده وسميك عامل زي الزبده، بس ترطيبه للشعر تحفه يعني. انا ما استخدمته اول مره ورجعت غسلت شعري ونشفته بس بهوا، شعري كان خطير. فده تحفه. البنات اللي شعرها بقى مقصف، البنات اللي شعرها جاف، هيرطبه لكم حلو قوي وهيخلي شعرك تحفه. هلو حبايبي بسيب الغسول كده شويه على وشي عشان بحس ان الطريقه دي بتخلي البشره تنضف اكتر، وبعد كده ما بكملش دقيقتين وبغسله. شكلي كيوت. خدت الشاور، الميه كانت سخنه وجميله. انا من الناس اللي بحب الميه السخنه قوي قوي، بحب السخونيه توصل لمرحله ان هي تخلي جسمي يحمر، عارفين كده. لو ما حصلش كده انا ما استحمتش يعني، كده ما تحسبش على الاستحمام. المهم انا لابسه طبعا اللي هي الفوطه المايكرو فايبر، بس حاطه الطرحه كده عشان رقبتي يعني. المهم يلا سريعا سكين كير كده واحكي لكم مشاكلي. طبعا انا عندي حوار صعب قوي، القطن بتاعي خلص بجد، احنا محتاجين نجيب قطن ومفيش قطن في الدرج، فاحنا محتاجين نشتري قطن. احنا كده كده ان شاء الله هننزل النهارده يعني. المهم حبايبي انا اول امبارح جالي زي اكتئاب كده، متفهموش. فجأة حسيت ان انا مضغوطة وعليا حاجات كتير. كنت بقول للبنات على الانستجرام امبارح انا من النوع اللي لما بيحصل حاجات تضايقني كتير ببقى ماشي كده وافضل ازق الحاجات اللي بتضايقني كده، زقها كده زقها كده، المهم اعدي وما ببصلهاش. انا بصوا انا مش عارفه اعيد الكلام تاني، حاسه ان انا عبيطه قوي وانا بعيد الكلام، فانا ممكن احط لكم الستوريز اللي انا صورتها على الانستجرام بالكلام اللي انا عايزه اقوله كله، عشان بدل ما اقعد اعيد نفس الكلام كده وخليني اقعد اعمل سكين كير. يا صباح الفل، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني يا ولاد والله. انا بس كنت غايبه عنكم امبارح
لدرجه ان لقيت بنات بعتلي تقول لي دعاء الستوري فاضيه، يعني في ايه؟ انا الناس بتقلق عليا اما الستوري بتفضى، واول ما الستوري تفضى يعني حطوا احتمال ولو 60-70% ان انا مش تمام، يعني في العادي مش بسيب الستوري فاضيه يعني. مهم كان بس عندي شويه اكتئاب طفيف كده صغنون، بس هو عموما ما بيطولش معايا يعني، بالكتير قوي يعني يوم ما يخرب الدنيا 24 ساعه وخلاص كده. الصراحه انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه في زعل الصراحه يعني، I don't have time عارفين كده. فبس مهما بتعمل فيها الجامد وتشد نفسك وتقعد تعمل سكيب لده بيزعلك وده بيزعلك وتفضل كده تعمل كده، بيجي عليك وقت بتقف شويه كده فيروحوا متآمرين عليك. يعني انا من الناس اللي طول الوقت كاني ماشيه كده ويجي حاجه تزعلني من كده زقها، يجي حاجه تزعلني كده زقها، بس بيجي وقت اروح واقفه بيروحوا ملمومين عليا كلهم. anyways الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة ان الواحد بيعرف يعني يخرج نفسه بسرعة من الحالة دي. بتجيلي كل حبة حلوين يعني، مش على مسافات قريبة، بس بيجي وقت بجد هي وصفها الصح ان انا ببقى ماشية وعمالة اعمل سكيب لكل حاجة، بس وانس اقف كل حاجة بتروح نازلة على دماغي. وحقيقي لا تصفو الحياة لأحد، مفيش حد حياته مرتاحة كليا خالص. ومش شرط عشان دايما بتشوفوا البوزيتيف من عند الاشخاص هم كده حياتهم احسن حاجه. لا انا عندي منغصات، وكلمه منغصات دي ما كنتش بفهمها لما حد كان بيقول يعني ايه منغص، بس فعلا الكلمه معناها تقيل يعني. منغص حاجات بجد مهما كان في لحظات انبساط بيبقى في حاجه عماله تقريفك في وسط انبساطك، انت مش عارف تستمتع بانبساطك بسبب المنغصات. وانا حواليا منغصات كتير جدا. فالمهم ان امبارح بقى الحاجات اللي مضايقاني كلها اتأمرت عليا، يعني فرحوا ملمومين عليا وادوني علقه فله امبارح. فكنت امبارح طول اليوم قاعده كنت بشتغل بعمل مونتاج وكده وقاعده بشتغل، بس دماغي فيها هري كتير وكلام كتير قوي وكل الحاجات اللي مضايقاني اتجمعت كلها. الموضوع ده ما بيحصلش كتير الصراحه، بس وانس بيحصل بيظبطني يعني بياخد حقه يعني، بياخد 24 ساعة كده نكد كاملين. بس اوكي النهارده انا احسن كتير، قمت اديتهم علقه سخنه الصبح وتخلصت من كل الحاجات اللي اتلموا عليا امبارح وضايقوني، والنهارده انا تمام. قمت صحيت فطرت وشربنا القهوه وعملت سكين كير وهقعد دلوقتي اصور. انا لابسه بكم مش عشان بس بصور لكم، انا لابسه بكم عشان انا بردانه ببرد الصبح قوي بالليل قوي. بس اما جيت تعبت ووصلت لمرحلة بجد ان اقصى طموحي في يومي انه يمشي من غير ما بطني توجعني شوية، من غير ما يجيلي ضيق التنفس اللي بيجيلي. عارف تخيل اقصى طموحك في يومك كله انك تعمل كده، انتوا متخيلين؟ نفس شوية اكسجين نفس. فمن بعدها تحسوني كده اتربيت والله يعني. لا ده احنا عندي 3 مليون حاجة، عشان بحب رقم 3 قوي، 3 مليون حاجة ابريشيتها كل يوم. في حاجات كتير قوي ببقى عايزاها تمشي، بس برجع افكر نفسي فيها دعاء يعني. هو كل حاجه تبقى بيرفكت يعني، لازم يبقى في حته كده مضايقاكي يعني، فاهمين؟ هو ربنا قال لك ان خلقنا الانسان في كبد، انت موجود في الحياه في مشقه، اصل احنا مش جايين هنا عشان ننبسط، هو الانبساط مش هنا. فليه عايزه كل حاجه بيرفكت؟ لا مفيش حاجه هتمشي بيرفكت، فاقبلي الوضع. بس بما ان الجو ابتدى يتغير، وانا من الناس اللي او من الاشخاص القليلين اللي بيحسوا الجو ما بيتغير، سبيشال الناس اللي قاعده مثلا في ادوار عاليه، اللي قاعده في اكتوبر، اللي قاعده في التجمع، اللي قاعدين فاهمين في حتت هو كده، هم اكتر ناس يحسوا بالبرد، على العكس من اللي قاعد في المناطق اللي تحت زي اللي هي الجيزه والحتت اللي تحت اللي جواها اماكن سكنيه كتير، يعني مش قريبين من الصحراء عموما. انا هنا قريبه من المقطم تمام، يعني انا عندي من الشباك بتاعي يعني على مرمى بعيد من البصر بشوف المقطم، فانا حواليا كله فاضي هوا. فانتوا متخيلين قاعده دلوقتي وسامعه الهوا من الاستوديو، من الهوا اللي بيعمل ده كده. فالجو ساعد بشكل ممتاز ورائع ان انا اكتئب زياده. جو مغيم، هوا كتير، طاقه سلبيه، اتظبطت امبارح. ساعات بيجي علينا وقت بنبقى خلاص على اخرنا، بس الشاطر بقى اللي يعرف بسرعة يفكر نفسه بالنعم، ويحاول مش يجنور
لا يحاول يعني ايه، يعني يدعي ربنا ان يكرمه في حل مشاكله، عارفين كده يعني. عندي حاجات كتير مضايقاني جدا، حاجات كتير مش ماشية زي ما انا عايزة، كان في الشغل، في الحياة عموما، في كل حاجة. بس مش عشان الحاجات دي مضايقاني ومش ماشية زي ما انا عايزة ابدأ اجنور النعم واشوف ان مفيش نعم، لا خالص، الحمد لله. فيمكن ده اللي بيرجعني بسرعة، ان انا بعرف اشوف النعم وابريشيت النعم قوي. انا من الناس اللي بجد يمكن كنت الاول من كام سنة فاتوا من قبل ما اتعب، كنت طول الوقت مش عاجبني حاجة، انا عايزة كل حاجة، مش عاجبني حاجة. ففي الستوري دي بفكركم وبفكر نفسي ان الحياة فيها مليون حاجة كويسة، فكون في حتة مش كويسة فالحمد لله على كل حاجة. ممكن تيجي حد يقولك لا انا كل اللي حواليا مش كويس، كل حاجة حواليا مش كويسة، الشغل بايظ، دراستي بايظة، البيت بايظ، كل حاجة بايظة، بس لو دورتي هتلاقي صحتك كويسة مثلا. فانتي ما جربتيش ان دي تتاخد، ساعتها ممكن تقولي يغور كل ده بس ترجع لي صحتي، عارفين كده. فكل واحد واخد ال 24 قيراط بتوعه كاملين بما يناسب تحملك. بس يمكن ربنا ممكن يكون مديكي شوية عقبات في حياتك بس عشان عارف ان انتي ما تستحمليش مرض مثلا، فاهمين؟ في ناس يستحملوا مرض بس ما يستحملوش حاجات، فاهمين؟ فهي متوزعة على قدرة كل واحد على التحمل. انا عارفه ان في بنات كتير قوي هنا ما عندهمش انستجرام، فبحاول اديكوا فيديوهات من روح الانستجرام، لان انا عارفه ان في ناس ما مش عايزين ينزلوا اي ابلكيشنز غير اليوتيوب. وده اللي مخليني اصلا في اليوتيوب، لان انا عندي حتى في القناه بتاعه الميك اب بنات كتير ما عندهمش انستجرام وما عندهمش اي سوشيال ميديا تانية غير اليوتيوب. فانا بحاول ما اغيبش عن الناس دي، لان الناس التانية بيلاقوني في اي حته، يعني انا على طول على الانستجرام فبيلاقوني هناك. لكن البنات اللي ما عندهمش غير اليوتيوب اكيد بيبقوا متضايقين ان هم مش معايا طول الوقت او كده، يعني الجمله سخيفه، بيبقوا متضايقين ان هم مش معايا طول الوقت، بس انا عارفه ان في بنات بتحبني وبتبقى عايزه تبقى معايا طول الوقت. المهم حبايبي، حطيت كده السيرم فوق يا دود، عندنا شغل كتير قوي النهارده. يعني انا مش عارفه اوريكم الكارثه. ده صندوق المفروض هيتصور، ده لبس الفهد، وهنا المكتب مكان ما كنت بصور، وحاطه الاضاءه وحاطه كل حاجه، وفي هنا غسيل محتاج يخش الدولاب، وفي حاجات جبتها من شيئا عايزه اعمل لها انبوكسنج على اليوتيوب هنا، فقصدي على القناه التانية يعني. ففي ليله فاحنا محتاجين نتحرك بسرعه جدا. بصوا لابسه بكم ازاي، كلهم لابسين بنص في البيت وانا اللي لابسه بكم. انا شخص بيبرد قوي يا جماعه، مش معقوله البرد اللي بحسه اول ما الجو يبتدي يبرد خفيف كده، يعني عمالين يبصوا لي وانتي مجنونه ولا ايه. ابتديت اسرسب هدوم مش شتوي اللي تحت السرير والله العظيم. فرحت فاتحه شنطه كده لقيت فيها البيجامات اللي هي خفيفه مش تقيله، اللي هي زي دول كده، يعني دي خفيفه قوي، يعني حتى الجزء ده يعني شويه شفاف بس انتوا مش هتشوفوا حاجه، دي خفيفه. فحاولت استرسب كده كام بيجامه، حاسه مش قادره، بردانه يا جماعه، الناس دي ما بتحسش اقسم بالله. خلاص خلصت الحاجات المفروض تتلم هنا في الاستوديو، هقعد بقى احط ميك اب كده سريع عشان اقعد اصور. فيلا بينا، مش عايزين النهارده نضيع اي وقت لاني لازم انجز. النهارده الاربع وبكره الخميس، ميبي اجيب حد بكره ينظف الشقه، فمش هعرف اصور، فقدامي فرصه ان انا اصور النهارده. فيلا بينا. حلو كده اقول لكم القنوات اللي انا لازقه فيها وبحبها جدا، زي القناه بتاعه ريهام عياد بتاعه القصه وما فيها، بعشقها يا اختي. والقناه اللي اسمها السومري دي لان هي بتجيب الاحداث بتاعه غزه، القناه دي خطيره يا جماعه، يعني بصراحه من ساعه ما بدات الحرب والحاجات اللي بتحصل في غزه وانا بتابع القناه دي وبحبها جدا. وطبعا الدحيح، بس حلقات وحلقات، يعني في حلقات بحب اتفرج عليها، العنوان بيشدني يعني. ايه تاني يا دود؟ اكيد ما بحبش اتفرج على نفسي بعد ما اخلص الفيديو، ما بحبش اتفرج على نفسي. وعلى فكره يا بنات، مها عملت قناه يوتيوب جديده، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس. اوكي، دي القناه يا جماعه بتاعه مها الجديده، اسمها مها زون، فروحوا اعملوا لها سبسكرايب عشان دي القناه الوحيده بتاعتها اللي هينزل عليها الفيديوهات بتاعتها. هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن بوكس، وهي تقريبا نزلت فيديوهين اهم، فهحط لكم القناه تحت عشان تروحوا تشوفوا القناه الجديده بتاعتها. ودي القناه بتاعتها الوحيده اهي، حتى كاتبه قناتي الجديده والوحيده على اليوتيوب، يعني كل القنوات التانية خلاص ما بقتش معاها، وهي القناه دي بس اللي بقت معاها. فروحوا شوفوا القناه بتاعت معاها، هحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن.
بريك صغنون على ما الكاميرا تشحن وارجع اصور تاني اكمل شغل. فممكن في البريك ده نعمل ايه بقى؟ نعمل قهوه عشان حاسه القهوه بتاعت الصبح ما ظبطتش معايا، فخلينا يلا نعمل كوبايه قهوه كمان. دبانه رخمه، هقتلك والله، انا هرشك دلوقتي. المهم حقيقي زهقانه وحاسه ان احنا مسحولين قوي في الشغل. لسه كنت بقول لمحمد والله، بقول له احنا مسحولين قوي في الشغل حقيقي، مش عارفين ناخد نفسنا. وبفكر في الويك اند اخد العيله واديهم مكان يروحوا يلعبوا فيه، نغير جو نشم هوا، بما ان الجو بقى احسن يعني. فبما انكم هتكملوا معانا الفلوج لغايه الويك اند فاكيد هتروحوا معانا يعني. صراحه لسه مقررناش هنروح فين، بس عايزين العيال يغيروا جو يعني. بجد عايزين نفصل من البيت ومن الشغل. بجد انا بجد عايزه انزل، يعني عايزه انزل من البيت، فاهمين؟ اروح اقعد في اي حته، اقعد اشتغل بره، بس الوقت ضيق وعندي شغل. والفتره بتاعت اخر السنه دي دايما بيبقى فيها كده ضغط شغل عليا وعلى محمد الصراحه. فاني مش عايزين نضيع وقت، خلينا نشرب القهوه على ما الكاميرا تشحن شويه. لو سمحتوا يا اساتذه، لو سمحتوا، دي مش اصول كده يعني. اوكي حبايبي، خلاص خلصت شغل الحمد لله اللي على الايباد. لسه هقوم اصور تاني، بس ان شاء الله الفيديو اللي انا هصوره ده مش هياخد اي وقت، لاني لازم اخلص وانزل، لان في حاجات انا عايزه اجيبها. مع ان بصوا اقول لكم على حاجه، انا تراودني مشاعر مختلفه اليومين دول، زهقانه وعايزه انزل اغير جو. ده الالارم بيفكرني بمدرسه فهد. عايزه انزل وعايزه اخرج، بس في نفس الوقت عايزه اقعد في البيت وما اعملش حاجه. عارفين الاحاسيس دي اللي بتراودنا كلنا؟ انا مش عارفه انا عايزه ايه يعني. دلوقتي عايزه اخلص وانزل، بس في وقت كده معين اللي هو قبل ما ديدي تيجي بنص ساعه بجد مش قادره يعني. اقعد اقول لسه بقى هسحل نفسي اروح مشاوير اخلصها وارجع تاني اجيب دي، يا بنت اقعدي بقى لغايه ما ديدي تيجي وبتاع. مش عارفه ده شيخوخه ده ولا بقيت مسنه ولا ايه، بس انا عارفه ان الاحاسيس دي بتراودنا كلنا، وسبيشال الوقت ده من السنه. انا مش مطبقه لان الجو ابتدى يبرد يا جماعه. انا بجد مش لابسه بكم عشان انا فاتحه الكاميرا لا انا بردانه. انا عارفين محمد والله عمال يبص لي كده، يا بنتي انت مجنونه ولا ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وهم قاعدين بشورت وكات وعادي، بس حقيقي حاسه بسنه بروده كده، عارفين كده. المهم ان انا بقالي 4 ايام عايزه اصبغ شعري، وجبت صبغه، وكل يوم اقول انا هصبغ شعري النهارده، ما بصبغوش. هصبغ شعري النهارده خدت شاور، شعري مبلول وبيقعد حبه كده على ما بينشف وبتاع، فممكن ابقى اعمله بكره، ممكن، لسه مش عارفه. ايه تيجي بحواراتها، تاكل وترمي في الارض. ايه يا ديدي؟ ايه يا ماما ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ودي اشياء ملهاش اجابه. اني نامت نامت مكانها وهي قاعده. Saturday, the greatest day of the week, and we are going to have the. ده كده الغدا، برجر وبطاطس محمره، ده اللي عامله لنا الشيف محمد. تا 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 بصوا بصراحه بيعمل برجر حلو قوي. محمد وفهد ناموا وهي قاعده مش عارفه بتعمل ايه في البصل. تعملي ايه ديدي؟ اونيون. بصوا قعدت عملت ايه في البصل، وانا ملهيه بعمل البوتاجاز. وريني your hand, open your hand, black. يعني احلى حاجه ان هي ملهيه عشان تسيبني اخلص اللي ورايا. دي يالا يا جماعه، دي ديالا، ده بيتنا بالديالا. نعم حاضر، يلا تعالي. ده بيتنا، بس ببساطه، ده بيتنا ببساطه، بس كده. ايه اللي انت عاملاه ده؟ عايز تاكلي كيك؟ اوكي. طب ما تاكليها كده، امسكي كوتي. اوكي. عايزه ايه بالمعلقه؟ اوكي ويت. elephant yes. توت 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 توت. قطر صغنطوط بس عامل غغا، وبغبغة نترغى بغبغة. قطر صغنطوط بس عامل غغا. هلو حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي الساعة 2:15،
والنهارده الخميس واليوم بادئ معايا باكتئاب مش حلو خالص، والبنت اللي كانت هتنضف ما جاتش، وحاجه في منتهى اللذاذه يعني. المهم انا روقت الشقه وخلصت بقى كل حاجه، وقلت انا مش هستسلم الاكتئاب ده، خليني انزل حتى لو هلف في الشارع يعني، فتعالوا معايا. اوكي حبايبي، خليني اوريكم الاوتفيت ده. كنت جايباه من ديفاكتو، هو بنطلون كده رجليه واسعه، اكيد مش هيبان يعني، وعليه زي شيرت كده، هي مش ست، هي كل قطعه لوحدها، ولبست عليه مكمل الحاجات ده عشان الشيرت قصير زي ما انتم شايفين. بس كده اديت ميك اب كده خفيف، احاول احسن من نفسيتي وبس. يلا بينا. هو المفروض ان انا كنت نازله عشان عايزه اغير جو، بس خدت فهد اغديه بره واجيب له الميل اللي هو بيحبها. اعتقد ان انا لقيت ان انا انبسطت اكتر اما انبسطت هو، مش عارفه، تقريبا ده حال كل الامهات. وانا بنايمهم بدري لو مقموص عديت جبت بتاعه شاور جديده عشان احنا بتاعتنا اتبهدلت على الاخر، كان نوعها مش حلوه. اما جيت هنا نقلت في الشقه فجبت واحده جديده. رجعت البيت لقيت وصلني الباكجز دي دي حاجات كنت طالباها من على نون، بس حاساهم مكبرين المواضيع قوي يعني. انا طالبه حاجات صغيره بس تقريبا حاطين كل حاجه ازاز او قابله للكسر في بتاعه، فالحاجه كتير قوي يعني. يبان ان انا عامله شوبينج ب 3000 جنيه ولا حاجه ولا 5000 جنيه، هم حاجات عبيطه اساسا يعني. فمكلفين كراتين كتير قوي. ووصلني كمان التو باكجز دول من شي ان، فان شاء الله في فيديوهات شي ان جايه، لان انتوا عارفين السيل بتاع البلاك فرايداي والسيل بتاع اخر السنه بتاع 12/12 و11/11 والحاجات دي بيبقى عليهم خصومات كتير قوي على الشي ان. دول هفتحهم على الانستجرام، فلو فتحتهم على الانستجرام هتلاقوهم في الانستجرام بتاعي في هايلايت كده مدوره مكتوب عليها نون، بيبقى فيها كل الحاجات اللي انا بشتريها من على نون. انا مشتريه ماب تقريبا اللي بتمسح الارضيات، ومشتريه ايه تاني ضد وشويه اكسسوارات كده للمطبخ، مش عارفه ليه عاملين كراتين كبيره كده يعني. لو حبايبي النهارده الجمعه وهناخد العيال وننزل نلعبهم شويه. قررنا نروح اللي هي الملاهي، اسمها الملاهي، وهي في طريق السخنه كده، فقلنا نروح يلعبوا كده وينبسطوا، واحنا كمان نفصل شويه، لان بجد انا هنا من المذاكره والامتحانات والمراجعات، ولسه اصلا عندنا كميه مذاكره ومراجعات قد كده، بس قلت خليني اجلهم بقى لغايه بكره، والنهارده ننزل نشم نفسنا. ليتس جو، اجري اجري يلا. هي مش عايزه حد يمسك ايديها، يلا ليتس جو. يلا. ايه يا ماما؟ ما انا عارفه، ما احنا هنبقى نتغدى هنا. خدي ميمي. نعم. انا لقيت نفسي 136. بص وريني. لا مش 136، استنى اقف. انت 129. 29. اهي انت عند الخط ده. مش عارف يلحقها يا محمد، ركبه والنبي. هتقع؟ يلا سلايد. 1 2 سلايد.
هنشوف دلوقتي يا فهد. You don't have driver license. البنات اللي قاعدين جنب فهد عمالين يصوتوا وهو مش فارق له، مع انه زمان كان بيترعب من الحاجات دي قوي. بصوا هدومها، بصوا هدومي، يعني بهدلتني ومرمطتني. عشان كده بقى يا معلم هو باع الدواء. بتاعتك احلى. والله العظيم. خلاص اتغدينا، مش قادرين نتنفس بس عايزين ناكل ايس كريم، فيلا خلينا نجيب ايس كريم. هنا كان في واحد هنا بيبيع ايس كريم. دخلت بيت الرعب بجد، فظيع 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 يا جدعان، يخرب بيت الرعب. غميت عين فهد يا عيني ما استحملش، قعد يصرخ يصرخ بس انا عديت يعني. الرسول، لان طاعه الرسول من طاعه ربنا. لما انا اعمل اللي الرسول بيقول عليه يبقى انا كده بعمل اللي ربنا بيقول عليه. عملت لمحمد قهوه عشان يعني دمه محروق في المذاكره بره. يا يونس، لا الحيوانات. احنا عملنا دي خلاص. تزعج. تزعج، برافو. واخر واحدة تأكني. طب مش هما نقرا الاول؟ يا نادية، لا في المكتبة. تاكني. تأكلي. تأكلي ما ينفعش تكون في المكتبة. This is not allowed. ماشي اوكي، احنا عربي دلوقتي مش وقت نوت الاول. ما اسمها غير مسموح. أيوة غير مسموح. شاطر. وعشان كده لازم لازم علينا احنا لما نيجي ندعو لله. هلو حبايبي، صباح الفل. انا اخر مرة سبتكم في الفلوج كان يوم الجمعة تقريبا، اليوم اللي انا خرجت فيه الولاد. انا عايزة اقول لكم ان النهاردة الاثنين، يعني سقطت تقريبا. انا بصور فلوج بس مش سقطت بجد بجد، من كتر الحاجات اللي عليا والحاجات اللي بعملها انا بجد مسقطة حتى اني اشتغل. يعني انا عندي شغل وشغل كتير جدا بس ما عنديش وقت حتى ان انا اشتغله. زي ما انتوا عارفين احنا في اخر شهر 10 وفي المدرسة بقى في امتحانات الشهر، والفترة دي حاسة ان انا مضغوطة قوي بسبب الدراسة ومش عارفة ليه. الضغطة دي ما كنتش حاساها خالص السنة اللي فاتت. السنة دي الدراسة ضغط على كل الناس كلها حاسة ان هما مضغوطين قوي بزيادة. عارفين كده I'm not alone، في ناس كتير كده كله بيشتكي من نفس الحاجة، ان الهوم ووركس كتير، المذاكرة كتير، الحاجات دي كلها يعني. فانا رجعت يوم السبت، قعدت يوم السبت كله، بيتهيألي صورت لكم كام حاجة كده. كنا قاعدين يوم السبت حرفيا كله بنذاكر يعني. جه يوم الحد بقى صحيت، قعدت الم بقى اثار العدوان الثلاثي اللي كان موجود على البيت من يوم الجمعة لغاية يوم الحد بس. وكان يوم الحد بقى عندنا مشاوير، كان عندنا ميعاد عند الدكتور، واليوم كله كنت بره الصراحة، مصورتش برضو اي حاجة. النهاردة بقى الاثنين. صباح الخير يا جماعة، انا كنت بصور فلوج، انا فاكرة ان انا كنت بصور فلوج. المهم حبايبي، الفلوج ده مش عارفة هيبقى طويل ولا هيبقى قصير ولا هيبقى يبقى انا حقيقي مش فاكره اول الاسبوع اصلا بدا ازاي. انا هكتشف وانا ببص في الفيديوهات دلوقتي. بس كل اللي انا فاكراه اني كنت عايزه اكلمكم عن الملاهي اللي احنا رحناها دي. الصراحه هي مش مكان ممتع خالص، هي مكان ممل جدا. مش عشان حاجه، هو فيها العاب وكل حاجه، بس بالنسبه للاطفال اللي في سن فهد وديالا ممله جدا. يعني هي عايزه ناس كبار يروحوا يلعبوا كل الالعاب، لان كل الالعاب
في سن معين. يعني فهد كل اللعب اللي لعبها 3 ألعاب بس، فاهمين؟ وبقينا عمالين نضيع الفلوس بتاعت الكارت على الفاضي، عارفين كده. ما كانش في العاب كتير لسن فهد وديالا. كان في سوفت بلاينج اريا كده الاطفال اللي في سن ديالا يلعبوا فيها، بس كمان يعني برضو ممله، مفيش تفاصيل كتير. يعني ماجيك بلانت احسن منها 1000 مره. فلا الصراحه ما حسيتهاش كان مكان مناسب خالص للاطفال. فانت لو عندك اطفال من سن فهد ولا ديالا وعايزه توديهم مكان العاب، فتجنبي موضوع الملاهي دي. الملاهي ده عايز صحاب كبار عايزين يطلعوا يهافوا فن وينبسطوا. يعني بفكر ان شاء الله اروح مع صحابي مثلا، تمام. لكن ان انا حطيت مرتب من قبل ما احط السيرم، هنحط السيرم على المرتب عادي جدا يعني. المهم فكرت ان انا اروحها مع صحابي وكده، لان هي لذيذه جدا للكبار، لكن للاطفال لا. يعني كان احلى في الموضوع الايس كريم اللي احنا كنا هناك، عارفين كده. دي اللي خربت بيتي طبعا، لعب وطلبات قد كده. كل ما تلاقي بالونات معدي تروح واخده، تلاقي محل العاب تدخل. فكان حاجه صعبه قوي. حتى محل الالعاب اللي جوه اللي هو بتاع بينجو، كل اللعب اللي فيه عشان اوريجينال فغاليه جدا. انا سمعت ارقام مش طبيعيه بجد والله العظيم. الله يعين الاهالي وحياه ربنا. فبس بالنسبه لي لا، ما رشحهاش لاطفال صغيرين خالص. الفتره دي صعبه قوي على الكل، وبالذات اللي عندهم ولاد في مدارس. يعني انا بقول الحمد لله الحمد لله ان انا ديالا وفهد مش الاتنين في مدرسه. كنت هقعد اذاكر لمين واسيب مين واخلي مين، والضغطه اللي احنا فيها دي. فلا الحمد لله ان هي مش في مدرسه. فبس ربنا يعينكم ويعيني. ادعوا لي بليز، ادعوا لي دعوه حلوه قبل ما تخرجوا من الفلوج كده، ان ربنا يقدرني. كنت لسه امبارح بتكلم مع واحده صاحبتي وبقول لها انا حقيقي مش بطلب ان الحمل يخف من عليا، ولا انا زهقت ولا انا تعبت. انا اكتر حاجه بطلبها من ربنا انه يقدرني على اي حاجه انا بمر فيها. الفتره دي انا مش تمام، نفسيتي مش احسن حاجه، وحقيقي مش عارفه ايه السبب. لسه كنت بتكلم انا ومحمد امبارح بقول له انا حقيقي مش عارفه السبب ايه اللي مخلي مودي مقرف كده. مش عارفه اشتغل من كتر الضغوط، مش عارفه اعمل اي حاجه. حاسه في حاجات كتير قوي عليا ومش عارفه اخلص حاجه ومش عارفه انجز حاجه. وعندي ضغط شغل الفترة دي وهو عنده ضغط شغل الفترة دي لان اخر السنة. ف اتس اوكي، الحمد لله الحمد لله. نفكر نفسنا ان الحمد لله. وبس كده حبايبي، هنقفل الفلوج على هنا واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. باي باي.